أهلا بالجميع. اليوم عندنا موضوع كروي بس أبعاده تعدت الملعب بكثير. أهلا فيكي. وموضوع اليوم فعلا يستاهل النقاش. بنتكلم عن فوز المنتخب المغربي على السعودي في كأس العرب. فوز طبعا خلاه يتصدر مجموعته، لكن الأهم هو خلينا نقول العاصفة الإعلامية اللي صارت بعده. بالضبط. المصادر اللي اعتمدنا عليها متنوعة جدا. عندنا تحليلات من خبراء ولاعيبة كبار، يعني من مصر، العراق، الجزائر، تونس وحتى سوريا. كل واحد فيهم شاف المباراة من زاوية مختلفة تماما، وهذا اللي يخلي الموضوع مثير للاهتمام. وهدفنا هنا مش بس نعرض مين فاز ومين خسر، لا، هدفنا نفهم القصة اللي تشكلت بعد المباراة، كيف فوز واحد غير نظرة الكل المنتخب المغربي، وشنو الرسالة اللي وصلت للمنافسين. الانطباع العام اللي سيطر على كل التحليلات تقريباً هو إن الفوز كان رد هادي ومنضبط وحاسم داخل الملعب. وهذه الكلمة المفتاح، الرد. قبل المباراة كان في شد وجذب وشوية استفزازات إعلامية وجماهيرية. الكل كان ينتظر يشوف ردة فعل المغرب كيف بتكون. قرر يرد بالأداء مش بالكلام. صحيح. المحلل المصري محمد بركات على قناة الكأس صراحة لخصها بجملة قوية جدا. قال: ها هو المغرب يا سعوديين، قلتها قبل وأرجع أقولها، لا تستفزوا المغرب أبدا. وهذه جملة لها وزنها لما تطلع من لاعب بحجم بركات. اللافت في كلامه إنه ما اعتبرها مجرد حالة عابرة، لا، ربطها بثقافة كروية مغربية معروفة. بالضبط. هو كمل وقال: إحنا في مصر نعرف المنتخب ده كويس، فريق ما يرد بالكلام، يرد بالأداء في الملعب. تماما. وهذا اللي خلاه وثق تماما إنه المغرب هو الأقرب للفوز على سوريا في الدور الجاي. وهنا لازم نوقف شوية. اللي نشوفه هذا أكبر من مجرد روح رياضية. هذه علامة على نضج وثقة بالنفس، ما تلاقيها في أي فريق. كيف يعني الفريق اللي يقدر يعزل نفسه عن كل الضجة اللي برا ويركز بس على اللعب، هذا فريق عنده شخصية بطل. تحويل الاستفزاز لطاقة إيجابية في الملعب، هذه هي السمة اللي تفرق بين الفريق الجيد والفريق العظيم. وكلامك هذا يتقاطع 100% مع اللي قاله المحلل الجزائري علي بن شيخ بالذات. بن شيخ كان مباشر جدا. قال: لا يجوز استفزاز المغاربة، هذا منتخب عنده روح قتالية عالية، كأنه يكمل فكرة بركات من بلد تاني. وأكد على نفس نقطة الرد في الميدان لما قال إن اللاعبين المغاربة يعرفون كيف يردون فوق أرض الملعب، لا بالكلام ولا بالتصريحات. صحيح. بالنسبة لبن شيخ، هذا الهدوء والانضباط هو الطريق الوحيد للفوز. الإجماع واضح، المغرب فرض احترامه بسلوكه قبل أدائه. فرض الاحترام شيء، لكن اللي لفتني في المصادر إنه الموضوع تعدى الاحترام ووصل لمرحلة ثانية، مرحلة الخشية أو حتى الخوف. الخشية. وهنا تصريح المحلل العراقي نشأة أكرم كان صادم بصراحته. تصريحات نشأة أكرم لها وزن خاص، لأنه لاعب كبير وعارف كويس شنو الضغط في البطولات الكبيرة. أكيد. أكرم قالها بدون أي مجاملة، بصراحة شديدة. اللي قدمه المنتخب المغربي يخلي أي فريق يعيد حساباته 1000 مرة. وبعدين قال الجملة اللي تلخص كل شيء: لا أفضل أبداً إن المنتخب العراقي يواجه المغرب في أي مباراة إقصائية. يا ساتر. لما منافس محتمل يعترف بهذا الشيء علناً، فهذه رسالة تهز البطولة كلها. هو ما قالها من فراغ، برر كلامه بأن المنتخب المغربي قوي ومنظم وعنده شخصية كبيرة. هذا التحول النفسي من مجرد احترام الخصم إلى الإعلان الصريح عن عدم الرغبة في مواجهته هو قمة النجاح. صحيح. هنا تكون فرضت هيبتك الكروية بالكامل، ما عدت مجرد فريق قوي، صرت الفريق الذي الكل يتمنى يتجنبه. والمشاعر أيدي ما كانت بس عند المنافسين المحتملين. مدرب تونس السابق منذر الكبير وصف شعوره وهو يتابع المباراة بأنه مزيج من الإعجاب والتحسر. تعبير دقيق جدا. تعبير عبقري. التحسر على خروج تونس والإعجاب بقوة المغرب، بس هو استخدم مصطلحا لفتني جدا، اللي هو الغيرة الكروية الجميلة. هذه الغيرة التي تخليه يتمنى يشوف منتخبه بنفس مستوى الثقة والثبات. هذا اعتراف من مدرب خبير بأن المغرب صار يقدم نموذجا يحتذى به في البطولة. طيب، سمعنا وجهة نظر عراقي وتونسي، ماذا عن المنافس القادم نفسه؟ هنا عنا شهادة من قلب المعركة من اللاعب السوري عمر السومة
في حديث لإذاعة سوريا. وهذه أهم شهادة يمكن، لأنها جاية من اللاعب اللي بيواجه هذا الفريق وجها لوجه بعد أيام. السومة كان صريح لأبعد درجة، قال بكل أمانة أنا قلق جدا من مواجهة المنتخب المغربي. اعتراف مباشر بالقلق. وصفوا بأنه صار من الطراز العالي، فريق يستغل نصف فرصة، وأكد إن في خشية حقيقية في سوريا من هاي المواجهة. إذن النمط واضح جدا. تماماً. بدأ برد فعل منضبط، تحول لاحترام كبير، وبعدها صار خشية معلنة من المنافسين. وهذا يخلينا نسأل السؤال الأهم: شو هي أسرار هذه القوة اللي فجأة خلت الكل ينظر للمغرب بهذه الطريقة؟ بالضبط. يعني كل هذا الخوف والاحترام لازم يكون وراء أسباب واضحة في الملعب. شو هي المكونات اللي صنعت هذا الفريق المخيف في نظرهم؟ المحللين ما قصروا في الإجابات، ونقدر نلخصها في 3 نقاط أساسية مترابطة. تفضل. النقطة الأولى، واللي الكل تقريبا تكلم عنها، هي عمق التشكيلة وجودة دكة البدراء. المحلل الجزائري علي بن شيخ قال جملة تلخص كل شيء: الفريق المغربي الثاني فاز على المنتخب السعودي الأول، وهذه وحدها رسالة واضحة. رسالة قوية جدا. واللاعب السوري عمر السومة أشار لنفس الفكرة لما قال إنه يشوف فريق يلعب بنفس القوة سواء بالأساسيين أو الاحتياطيين. وهذه ميزة فتاكة في البطولات المجمعة. أكيد، لأنها تعني إن الفريق ما يتأثر بالإرهاق أو الغيابات. تماماً. وهذه النقطة توصلنا مباشرة لنقطة القوة الثانية: الانضباط التكتيكي والشخصية القوية. نشأة أكرم وصف الفريق بأنه منظم وعنده شخصية كبيرة، وعمر السومة تكلم عن الانضباط التكتيكي واللعب بثقة غير عادية. يعني ما نتكلم عن مجرد لاعبين موهوبين، نتكلم عن منظومة متكاملة. بالضبط، منظومة كل لاعب فيها يعرف دوره وينفذه بثقة مطلقة. طيب، عندنا دكة قوية وانضباط تكتيكي. تاريخياً شفنا منتخبات كثيرة تملك هذين العنصرين لكنها تفشل. ما هو العامل الثالث اللي تحدث عنه المحللون واللي يربط كل هذا ببعضه؟ العامل الثالث هو المحرك لكل شيء: الروح الجماعية والقتالية. الروح. علي بن شيخ سماها روح قتالية عالية وروح جماعية كبيرة. هذه الروح حسب وصفه هي اللي تخلي الفريق لا يعرف الاستسلام ولا يقبل الاستفزاز. هي العقلية إذن. هي العقلية اللي تحرك كل المهارات والتكتيك. القوة مش بس في الأقدام، القوة في العقل والقلب. إذن الصورة اكتملت: تشكيلة عميقة، انضباط تكتيكي، وروح قتالية. هذه الخلطة هي اللي صنعت الهيبة. وهذا يخلينا نتساءل، مع كل هذه الإمكانيات إلى أين ممكن يوصل هذا المنتخب؟ التوقعات كانت عالية جدا، والمحللون ما ترددوا أبدا في وضع المغرب كمرشح أول للقب. يعني مثلا محمد بركات ونشأة أكرم كانوا شبه متفقين إن المغرب يعبر من سوريا بسهولة نسبية للمربع الذهبي. صحيح. لكن علي بن شيخ كان يلعب لعبة مختلفة تماما، كان ينظر أبعد بكثير. صحيح. بن شيخ ما كان يفكر في مباراة سوريا بس، كان يفكر في الصورة الكبيرة، في النهائي. وتوقع نهائي عربي كبير بين الجزائر والمغرب. وأكدت أن هذا مش تحيز لأنه جزائري، بل لأن المنتخبين هما الأكثر جاهزية وقوة واستقرارا في البطولة. وهنا وصلنا للجزء اللي كان بالنسبة لي الأكثر إثارة للجدل في كل التحليلات. بعد ما رشح المغرب للنهائي كشف عن قلقه. قال جملة غريبة جدا. أيوة، الجملة هذه كانت مفاجئة. قال: ولكن، وهنا أقولها بصراحة شديدة، أنا أخشى شيئا واحدا فقط، أخشى أن يتمكن المغرب من الفوز على الجزائر. وهذا تصريح من العيار الثقيل، خصوصا لما يجي من محلل جزائري معروف بوطنيته. هو شرح سبب خوفه بالتفصيل، وهنا دخلنا في بعد ثان تماما، بعد نفسي وتاريخي. قال: لأنني أعرف جيدا ما يفكر فيه الجمهور المغربي واللاعبون المغاربة. المغرب لا ينسى الثأر. الثأر كلمة كبيرة. وذكر بأن الجزائر كانت قد أقصت المغرب في النسخة الماضية من البطولة. وهنا تحولت المباراة المحتملة من مجرد منافسة رياضية إلى معركة لرد الاعتبار. بالضبط. بن شيخ كمل وقال: واليوم المغرب أقوى وأكثر خبرة وأكثر رغبة في رد الاعتبار. يا سلام.
ولهذا السبب وجه تحذير مباشر للمنتخب الجزائري بأنه لازم يحسب 1000 حساب لهذا الخصم اللي ما رح يجي للمجاملة بل رح يجي للقتال. هذا التحليل من بن شيخ يلامس جوهر البطولات الكبرى. الموضوع ما عاد مجرد تكتيك ولاعبين، هو أدخل عاملا حاسما وهو الدافع النفسي والتاريخي. صحيح. رغبة رد الاعتبار ممكن تكون أقوى محرك لأي فريق، وممكن تتفوق على أي أفضلية فنية. هذه نقطة مهمة جدا. تحليل بن شيخ عميق لأنه جاي من شخص يفهم حساسية العلاقة بين المنتخبين. بس هل المحللون الآخرون مثل بركات في مصر أو نشأة أكرم في العراق أشاروا لهذا البعد التاريخي أو كان هذا قلق جزائري داخلي بحت؟ سؤال ممتاز. من المصادر اللي عنا يبدو أن بن شيخ كان الوحيد اللي ركز على نقطة الثأر بهذا العمق. وهذا طبيعي يمكن. طبعاً، بركات وأكرم ركزوا أكثر على القوة الحالية للمغرب، على انضباطهم التكتيكي وجهدة لاعبيهم، وهذا منطقي، لأن بن شيخ بحكم قربه من الأجواء الجزائرية والمغاربية يدرك أن هذه المباريات لها حسابات تتجاوز كرة القدم. هو يقرأ المباراة بعيون عارفة بتاريخها. إذن الخلاصة اللي نطلع فيها من كل هذا هي أن فوز المغرب على السعودية ما كان مجرد 3 نقاط. لا أبداً. كان استعراض قوة وبناء سردية جديدة للمنتخب في البطولة، رسالة واضحة للكل بأن المغرب قادم للمنافسة على اللقب بعقلية مختلفة تماماً. والأهم من كل هذا هو الإجماع. لما محللين من مصر والعراق والجزائر وتونس وحتى شهادة من المنافس المباشر من سوريا، لما كلهم يتفقون على هيبة هذا المنتخب وقوته، فهذا هو الدليل الأكبر على أن الأداء كان استثنائي. مظبوط. القوة الحقيقية مش بس اللي تشوفها في نفسك، بل هي اللي تجبر الآخرين حتى خصومك إنهم يشوفوها فيك. بالفعل، في ظرف 90 دقيقة تحول المغرب من فريق قوي ومحترم إلى فريق يخشى جانبه. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها. تفضل. المحللون وخصوصاً علي بن شيخ استخدموا كلمات مثل الاستفزاز، الثأر، ورد الاعتبار. هذا يطرح سؤالاً مهماً. في البطولات الكبرى، إلى أي مدى تلعب هذه العوامل النفسية والتاريخية دوراً في صناعة البطل؟